السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واقعتنا النهاردة من الجيزة من أسيم. كلنا عارفين طبعا إن المدارس الحكومية بتبقى زحمة وتبقى التلاميذ فيها كتير، وفي ناس كتير بتبقى مش مقتنعة بتعليم ولادها في المدارس الحكومية، بالرغم إن هم مقدمين لولادهم في المدارس الحكومية. يقول لك إن إحنا نخليهم يروحوا المدرسة عادي، ولكن نجيب لهم مدرس البيت أو نوديهم سنتر، وده اللي بيحصل كتير مع معظم أولياء الأمور. واللي حصل هنا في الواقعة بتاعتنا إن في واحد اسمه ناجي عنده 40 سنة. الراجل ده لما جه اتجوز واحدة عندها 20 سنة. وده اللي احنا بنتعلمه، اول حاجة بنتعلمها من الواقعة بتاعتنا، انك انت لما تيجي تتجوز او اي واحد يجي يتجوز ما تتجوزش واحدة يكون فرق بينك وبينها يعني الفرق ده كله في السن. يعني اقصى حاجة 15 سنة. 5 سنين حلو قوي، 10 سنين كويس زي الفل، 15 سنة بقى ده كده اقصى حاجة. لكن بعد كده ده يبقى حرام عليك بقى. هيجي يوم من الايام المية هتنقطع والنار هتشتعل. طبعا كلنا فاهمين الكلام دوت. اللي حصل هنا ان الزوج هو وزوجته عايشين هما الاتنين حياة زي الفل ومفيش اي حاجة. تمام، مرت السنين والاتنين جابوا 3 ولاد. خلاص كبروا العيال وبتاع وعايزين بقى سن المدارس. قدموا لهم في المدارس بقى واحد ورا التاني. تمام تمام، مية مية. عايزين بقى ندخل عيالنا دروس، فنجيب لهم مدرس البيت. قالت له نجيب مدرس البيت. قال لها ما نوديهم سنتر وبتاع. قالت له لا، سنتر ايه، انا عايز المدرس يجي لي لغايه عينها قدام عينيا يشوف وهو بيدرس لعيالي. قال لها تمام. الراجل ده كان بيشتغل سواق توك توك اللي هو ناجي ده. وافق مراته خلاص وجابوا مدرس البيت، ولكن الراجل طبعا بيشقى وبيلف طول النهار بالتوك توك. والتاني مدرس بيدخل البيت والزوجه موجوده، ولكن هنا المفروض الزوج مدرس لما يدخل البيت يكون صاحب البيت موجود، ما تكونش الزوجه لوحدها، بالذات لما تكون واحده صغيره لسه وشابه يعني. انت المدرس جه تكون انت قاعد بره انت وزوجتك، هو يدخل يدي في الاوضه، والاوضه تكون مفتوحه ما تكونش مقفوله. في حاجات كده المفروض احنا نعملها. ما ينفعش ان المدرس يدخل يدي في البيت وتكون الزوجه لوحدها. تمام. ايه اللي حصل هنا؟ ان الراجل يعني مشغول طول النهار في الشغل وسايب مراته مع العيال في البيت، والمدرس اللي بيجي الناس عارفه وطالعه ونازل عارفين ان هو ده مدرس عند فلان الفلاني بيطلع عند ناجي. ولكن مرت الأيام والعيال بقت تنزل الشارع. المدرس يجي، ده العيال التلاتة في الشارع، وأتاري البيه فوق مع الهانم هما الاتنين في علاقة كاملة مع بعض. ما هي بقى حكت للراجل، حكت للمدرس على كل حاجة، إن جوزها أكبر منها ب20 سنة، وإن أنا مش مرتاحة معاه، وإن أنا ما أحبوش، وهوب هوب والاتنين حبوا بعض، وأنا بحبك أنت ويلا وديها وعاشوا مع بعض في الحرام، وقعدوا على كده لمدة سنة هما الاتنين. لغاية ما جت في يوم من الأيام قالت له بقول لك إيه، أنا تعبت من كده بقى، وبعدين انا بحبك وعايز اتجوزك وما ينفعش العيشه ديت، لازم تخلصني منه وتموته. قال لا لا اموته، لا اجي عند الموت، لا الا الحته دي، اجي عند القتل الا كده. قال لا، قلت له لا هو كده عايزني تخلصني منه. طبعا في الاول كان رافض وازاي ولا وبتاع وكده، وقطع نفسه عنها شويه، وبعدين مش قادر بيحبها بيرجع لها تاني، ولكن عايز ينام معاها، هي رافضه. يعني ينزل العيال الشارع، لا العيال ما بينزلوش الشارع. طب تعمل ايه بقى؟ هو هيعمل ايه هنا؟ اضطر ان هو يوافقها عشان خاطر ايه؟ هي تسلم له نفسها. لغايه ما اتفق مع 2 صحابه، واحد فيهم عنده تاكس، احنا انا هعمل كذا كذا وهنشيله وحط في العربيه، احنا ملناش دعوه. قالوا مالكوش دعوه باي حاجه. خلى الزوج راجع، راح مديله بقاله حد على دماغه، كان هو مستخبي في الشقه فوق، هوب راح مديله بالقلم حد جامده على دماغه. الراجل وقع طب ساكت، هوب لف وراح منزله حطوه في التاكس. واحد شاله معاه والتاني بيسوق بس، وراح على اقرب صندوق زباله وراحوا رامينه، وخدوا بعضهم ومشوا. والتاني راح راجع البيت بقى يمارس معاه. خلاص بقى ما موتهولك، تمام كده يطوى تمام. العيال فين؟ ده العيال نايمين، ما هو كان في وقت متاخر من الليل. تاني يوم بقى خلاص العمال بتوع القمامة بيفرغوا الصندوق، لقوا الجثة. اوبا، جت الأجهزة الأمنية، بلغوا الشرطة وجت، وهوب ده مين؟ الناس بقى حد يتعرف، حد يعرف ده مين. هوب هوب طبعا عرفوا ان دوت، على طول الشرطة عرفت ومباحث ان دوت اسمه ناجي ومكان فلاني وعايش في حتة فلانية. راحوا بقى طبعا أول واحدة بيحققوا معاها الزوجة. جوزك دوت، جوزك ما هو مات، جوزك مش عايز. جوزي بقى طبعا تصوت تعيط. هوب طب حققوا معاها، مفيش، ما اعرفش، ده خرج ومش عارف ايه. لغايه ما طبعا مسكوا الموبايل بتاعها، لقوا ان اكتر واحد بتتصل بيه اللي هو مين؟ اللي هو البيدا، اللي هو المدرس. وحتى لو الموبايل بتاعها فاضي بيقدروا يعرفوا عن طريق الشركه نفسها المكالمات، اكتر مكالمات مع مين بيجيبوها.
طبعا هنا على طول تم القبض على المدرس طبعا اول ما اتقبض عليه اعترف بكل حاجه، ما هما الاتنين وقعوهم في بعض بقى، هي تتكلم هو يتكلم لغايه هو قال عليه كده، ده لا ده انا ما عملتش حاجه، ده هو اللي عمل كده، لغايه ما هما الاتنين وقعوا هما الاتنين واتقبض عليهم وتحولوا لمحكمه الجنايات. وطبعا اخرتهم الاتنين الاعدام. كل ده ليه؟ عشان خاطر مشيوهم الاتنين في الحرام. فرق السن الكبير اللي بينك وبين جوزك ده مش تصريح ليك انك انت تمشي في الحرام، وانك تزعمي ان هو عاجز جنسيا وانت عملت كده عشان خاطر ده مدرس وشاب. الراجل كان مديله الامان بيدخل البيت، ولكن التاني كان العياذ بالله كان بيخونه وبيعمل كده مع مراته. هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.